فهد رجع متكسر. الحمامة دي بتعلمنا إن مهما كانت الظروف ومهما كانت الجروح، لو في حاجة بتحبها أكيد هترجع لها. فهد رجع بحنين أقوى من الآلام، وشوقه للمكان كان أقوى من المسافات. الحمام دوت لو فكر بعقله بس عمره ما هيرجع. يعني هيقول إن صاحب المكان مش عايزني أكون موجود، أنا كل يوم برميه، يعني بدربه عشان يخش المسابقة. هو أكيد مش عارف إن هو داخل مسابقة، فهو أكيد ما بيرجعش بعقله، بيرجع بقلبه عشان حبه للمكان. الحمامة دي بتعلمنا الثبات والإصرار على التمسك بالحاجات اللي بنحبها. البيت بالنسبة لها هو مش مجرد مكان، هو حضن للأمان اللي بيعيد بنائها مهما اتجرحت ومهما اتكسرت. اعمل شير للفيديو ده، يمكن يروح لحد محتاج يتشجع انه يرجع للناس اللي بيحبهم او المكان اللي بيحبه. شكرا جدا. وانا كسبت المركز تاني في السنة اللي فاتت، وانا هعالج فهد وان شاء الله هيخش السنة الجاية لانه مش هيلحق يخش السنة دي.